طبعا كلنا عارفين المشاكل اللي بنواجهها في الصوت أو في التسجيل بالمايك بشكل عام، واللي منها وجود تردد، وجود زنة، ومشاكل أكتر من كده بكتير إحنا على علم بيها. وفي حالة زي دي ما ينفعش أستهبل وأعمل نفسي مش أخدة بالي إن في مشاكل في الصوت. وفي حالة زي كده محتاجة 3 حاجات. أول حاجة محتاجة برنامج يكون بيظبط لي الصوت، ولازم طبعا يكون عندي خبرة فيه علشان أعرف أشتغل عليه. تاني حاجة لازم يكون عندي خبرة في الصوت نفسه علشان أعرف النسب اللي أنا هغيرها وهغيرها قد إيه، وأعرف كمان أنا وصلته لمرحلة إن هو مظبوط ولا لأ. تالت حاجة طبعا محتاجة وقت ومجهود علشان أعرف أعمل الحاجتين اللي قلنا عليهم الأول. إحنا النهاردة مجهزين ويب سايت سهل وبسيط، ومش محتاج يكون عندك خبرة، ولا هتغير في نسب، ولا هتلعب في أي حاجة خالص، ولا محتاج كل الحاجات دي، وكمان مجاني. فتعالوا نعرف مع بعض اسم الويب سايت وإيه الحاجات اللي بيقدمها لي، بس ركز وتابع الدرس لغاية النهاية. وزي ما انتوا شايفين الويب سايت بتاعنا النهارده اسمه اوفونيك برودكشنز. الويب سايت ده هعرفك عنه كام معلومة قبل ما نبدأ. أولا هو بيقدم لي ساعتين مجاني، هو ينفع ان انا ادفع له؟ طبعا هيفتح لي اكتر من ساعتين، هيفتح لي ميزات تانية كتير وهنعرفها برضو مع بعض، لكن في نفس الوقت بيقدم لي ساعتين فري. طيب ليه كاتب لي هنا ساعة و48 دقيقة؟ هقولك لأن أنا استخدمته، فعلشان كده هو بيبدأ يحسب ويقلل معايا. طيب لو أنا محتاجة أكتر من ساعتين هقولك تقدر تعمل إيميل تاني وتبدأ تعمل بيه لوج إن على الويب سايت ده، هيديلك برضو ساعتين تاني، ومع كل شهر بيقدم لك ساعتين فري. فلو عامل مثلا إيميلين هيديك ساعتين هنا وساعتين هنا، يعني 4 ساعات، وما ظنش هتحتاج أكتر من كده. طيب وبعدين عندي المستطيل ده هو اللي أنا بسحب عليه الأوديو بتاعي علشان يظبطه لي، سواء بالطريقتين، سواء الطريقة الأولى إن أنا أخده دراج ودروب، أخد الأوديو بتاعي وأسحبه أحطه هنا على المستطيل ده، وبعد كده بيفتح لي قائمة أختار منها أنا محتاجة أعدل إيه في الصوت، أو إن أنا أضغط هنا كده فبيفتح لي الفولدرات اللي عندي على الجهاز وأقدر أختار الأوديو اللي أنا عايزاه. طيب لو أنا مثلا عندي فيديو والصوت بتاعه بايظ ومحتاجة أعدل الصوت، هل محتاجة ألف لفة طويلة إن أنا أروح أشيل الفيديو بتاعي وأخليه MP3 وأحوله وكل اللفة والدوشة دي؟ هقولك لأ، هو برضو بيقبل الفيديو وعادي جدا، مش بيعمل له أي حاجة، بيشتغل على الأوديو وبيظبطه لك وينفع تداونلود عادي جدا. وفي حالة برضو زي كده لو رفعت له الفيديو بيديك الإمكانية إما تنزله كفيديو يبقى الفيديو بالصوت بتاعه متظبط، أو إنك تنزل تعمل داونلود للأوديو لوحده، يعني هو بيديك الأوبشن ده والأوبشن ده، فما ظنش فيه أحلى من كده. تعالوا بقى نجرب بشكل عملي. أنا مجهزة لكم هنا فولدر في الموسيقى، في أوديو بموسيقى وأوديو من غير موسيقى. تعالوا نسمعهم علشان نجمع مع بعض إيه المشاكل اللي فيهم قبل ما نبدأ نجرب. أهو. طيب ايه الحاجات اللي هو بيقدمها لي؟ بيقدم لي فيديو، بيقدم لي ميوزك، ساوند افكتس، تمبلت. طيب كل حاجة هنفتحها مع بعض وهنشوف دلوقتي ايه الاوبشن اللي موجود فيه وايه الحاجات اللي بيقدمها لي. طيب ده كده كان من غير ميوزك، باك جراوند ميوزك مش موجودة، بس لو لاحظتوا فيه مشكلة هلفت انتباهكم ليها. بس تعالوا نسمع ده برضو. طيب ايه الحاجات اللي هو بيقدمها لي؟ بيقدم لي فيديو، بيقدم لي ميوزك، ساوند افكتس، تمبلت. طيب كل حاجة طيب دلوقتي تمام جدا، سمعنا ده وسمعنا ده. لو أخدتوا بالكم عندي كام مشكلة. أولا باخد نفسي بصوت واضح وبشكل ملحوظ، ثانيا في تردد شوية في الصوت مع وجود زنة. فتعالوا نشوف ازاي الويب سايت ده هيقدر يساعدني ان انا اظبط الصوت بشكل احترافي واتخلص من كل المشاكل دي. اولا خلينا ناخد الاوديو بالميوزك وناخده كده نسحبه اهو. فتح لي ان انا اضغط هنا فهيطلع لي كذا اختيار. اولا الاختيار الاولاني ده ان هو ينقي الصوت، ويحطت لي بين قوسين ان هو هيحافظ على الميوزك بتاعتي اللي هي موجودة اثناء ما انا بتكلم. فهضغط كده وهقول له ستارت برودكشن. طيب ايه الحاجات اللي هو بيقدمها لي؟ بيقدم لي فيديو، بيقدم لي ميوزك، ساوند افكتس، تمبلت. طيب كل حاجة هنفتحها مع بعض وهنشوف دلوقتي. أولا كده هو فعلا ظبط لي الصوت، خلاه بشكل نقي، وضح الكلام بتاعي، وفي نفس الوقت شال الزنة وشال التردد.
لكن مازال نفسي ملحوظ أو صوت نفسي كده ملحوظ فيه. طيب لو عجبتني النتيجة دي فباقدر أضغط على download من هنا وبينزل معايا. لو أنا رافعة له فيديو بيجيب لي إن أنا لو عايزة أنزّله كفيديو هنا بيبقى مكتوب MP4 وبيبقى كاتب لي download وبيبقى مدّيني برضه option الMP3 إن أنا أعمل download للأوديو بس. تعالوا نجرّب الحل التاني. أهو هنجرّب الاختيار التاني. هاخد الأوديو بالmusic كده أهو، وبعد كده عندي الاختيار التاني بيقول لي إن هو هينقّي الصوت، هيحافظ على الموسيقى، وهيشيل التردد من الصوت بتاعي. أهو شايفين بيقلل لي منه، بيقلل من الوقت اللي هو سامح لي بيه. أهو دي النتيجة. طيب إيه الحاجات اللي هو بيقدّمها لي؟ بيقدّم لي فيديو، بيقدّم لي music، sound effects، template. طيب كل حاجة هنفتحها مع بعض وهنشوف دلوقتي إيه الoption. أهو زي ما أنتم شُفتوا أو زي ما أنتم سمعتوا النتيجة بتاع الاختيار التاني. طبعًا لو الصوت فيه تردُّد أقوى من اللي كان عليه الصوت اللي أنا سمّعته لكم، كنتم هتلاحظوا بالفرق بتاع الاختيار ده إن هو قد إيه بيشيل التردُّد. طيب بعد كده تعالوا نجرّب الاختيار التالت. بعد كده هينقّي الصوت لكن هيشيل الmusic. فتعالوا نشوف هيعمل ده إزاي وهل هيأثّر على الصوت بتاعي أو على مخارج الحروف. هاقول لك. أهو هنسمع ونجرّب مع بعض. طيب إيه الحاجات اللي هو بيقدّمها لي؟ بيقدّم لي فيديو، بيقدّم لي music، sound effects، template. طيب كل حاجة هنفتحها مع بعض وهنشوف دلوقتي إيه الoption اللي موجود فيه وإيه الحاجات اللي بيقدّمها لي. أظن ولا كأن كنت ضايفة الموسيقى بتاعتي أثناء ما أنا باتكلم، لا مخارج حروف بايظة ولا الصوت بتاعي متأثّر. فبصراحة الoption ده اللي هو مديه لي خطير. طيب لو كمّلنا كده بصوا. Free audio post-production by alphonic.com. ده اسم الويب سايت، فأنا ينفع بعد كده بعد ما باdownload الأوديو بتاعي، ينفع إن أنا أشيل الجزء الأخير ده وخلاص، بس هو لازم بيقول الاسم بتاع الويب سايت. تعالوا بعد كده نجرّب الاختيار اللي بعد كده، مثلًا ناخد الأوديو من غير music أهو. بعد كده بيقول لي voice cleaner وهيشيل النَفَس بتاعي. فأنا مستنية أورّيكم النتيجة بتاعة دي، وأنتم سمعتوا قد إيه النَفَس بتاعي كان ملحوظ أوي في التسجيل. طيب إيه الحاجات اللي هو بيقدّمها لي؟ بيقدّم لي فيديو، بيقدّم لي music، sound effects، template. طيب كل حاجة هنفتحها مع بعض وهنشوف دلوقتي إيه الoption اللي موجود فيه وإيه الحاجات اللي بيقدّمها لي. شال لي كل النَفَس بتاعي أو الصوت بتاع النَفَس بتاعي. لو لاحظتوا هو أهو موطّي لي الجزء اللي أنا أصلًا باتنفّس فيه. فبصراحة النتيجة بالنسبة لي مبهرة وباحب الoption ده أوي، يعني بتاع الbackground music إن هو يشيلها لي أو إنه يضبّط لي وينقّي لي الصوت على فكرة إن هو بيشيل النَفَس أو الحاجات دي، علشان بتبقى حاجة يعني مش ألطف حاجة ومُمِلّة برضه إن أنا أفضل آخُد مثلًا نَفَسي كتير بشكل ملحوظ. فهو بيشيل لي ده بطريقة مجانية زي ما أنتم شايفين قد إيه الموضوع بسيط. فتعالوا دلوقتي نشوف الاختيار اللي بعد كده. دلوقتي أهو هاسحب الأوديو بتاعي وبعد كده نشوف الاختيار اللي بعد كده. بيقول لك إن هو دلوقتي الاختيار ده ليه معنى. هو إيه؟ إن هو هيساوي لي التون بتاع الصوت بتاعي. طبعًا أنا باتكلم ممكن أنا كشخصية صوتي مش بيعلى في حاجات أوي وبيوطى أوي في حاجات، لكن هو بيعمل إيه؟ بيوطّي الصوت العالي أو الأجزاء العالية ويعلّي الأجزاء الواطية، بحيث إن يكون التون كله ماشي أو level الصوت ماشي كده بشكل مضبوط أو بشكل متناسق، فما يبقاش حتّة عالية أوي وحتّة واطية أوي والكلام ده. فتعالوا برضه نشوف مع بعض. طيب إيه الحاجات اللي هو بيقدّمها لي؟ بيقدّم لي فيديو، بيقدّم لي music، sound effects، template. طيب كل حاجة هنفتحها مع بعض وهنشوف دلوقتي إيه الoption اللي موجود فيه وإيه الحاجات اللي بيقدّمها لي.
طيب تمام جدًا، بس في حد ممكن يقول لي إيه، طب يا سارة يعني هو معلش دلوقتي أنا استفدت إيه؟ هو مثلًا ضبّط لي الtone بتاع الصوت على أساس ما يبقاش الlevel بيعلى ويوطى، تمام، بس في نفس الوقت في نفس المشاكل بتاع الصوت. قال لك عادي بعد ما تعمل download تقدر تدخّل له الصوت من تاني، وبقى تعمل تنقية للصوت بتاعك وتضبّطه، وكل الاختيارات أصلًا بتخدم على بعض، يعني ينفع تنقّي الصوت، ينفع مرّة تشيل التردد، ينفع مش عارفة إيه. فالحاجة ممكن مثلًا ما يبقاش الاختيار اللي بيقدّمه لك في المرّة الواحدة فيه حل لكل المشاكل بتاع الصوت بتاعتك، لكن ينفع تدخّله أكتر من مرّة وتضبّطه وهيطلّع لك النتيجة اللي أنت عايزها وأفضل كمان، وزي ما أنت سامع كده الموضوع سهل، مش محتاجة أغيّر نِسَب، مش محتاجة ألعب في أي حاجة، مش محتاجة خبرة، وفي نفس الوقت يعني مطلّع لي الصوت نقي جدًا ومضبّط لي حاجات يعني مش هتلاقيها في أي web site تاني، ولو لقيتها هتلاقيها لازم تدفع لها، مش هيدّي لك كل الcredit ده. طيب بعد كده الاختيار ده بيضبّط لك إن هو بيضيف زي effect كده اللي هو الequalizer بيضيفه للصوت على أساس يخلّي الصوت يعني بطريقة أجمل. طبعًا اللي بيفهم في الصوت فاهم قصدي أكتر. بس في نفس الوقت بيقول لك إن هو هيحافظ على الnoise زي الاختيار اللي قبل كده. فطبعًا تقدر إن أنت تقول له أوكي، وبعد كده الnoise دي أمرها سهل تقدر تدخّل تاني على الweb site زي ما قُلت لك وتعمل له clean سواء بالmusic أو من غير الmusic وتضبّط زي ما أنت عايز. عندي بعد كده الاختيارين التانيين دول لازم أكون دافعة لهم، لإن دول بيشيل السكتات، بيشيل الفواصل وكل الحاجات دي. فلو أنت محتاج تشتغل على الاختيارين دول، فهتضطر كده إن أنت تدفع وتشوف. طيب أعرف إزاي؟ أهو الpricing بتاعه لو دخلت هالاقي الدفع بتاعه قد إيه وكل التفاصيل دي، سهل جدًا إن أنت تدخل وتشوف كل الحاجات اللي بيعرضها لك البرنامج. اللي عاجبني أوي إن هو حتى سهل في التعامل، مش ما فيهوش حاجات كده صعبة ولا لفة ولا أي حاجة. طيب تعالَ بقى أقول لك بعد ما خلصنا كده، تعالَ أقول لك على الكام ملحوظة علشان تاخد أفضل نتيجة من الويب سايت ده. أولًا بعد ما تعمل download للأوديو بتاعك لازم تلاحظ إن هو بيرفع لك level الصوت، فما تعتمدش إنك كنت مضبط level الصوت قبل ما ترفعه له وبعد كده تستسلم للموضوع، لأ هو أصلًا بيعلّي من level الصوت شوية، فأنت لازم ترجع توطّيه شوية كمان لو أنت حابب، دي حاجة. الحاجة التانية زي ما قُلت لك لو الساعتين بتوعك خلصوا تقدر تعمل أكتر من إيميل وتدخّله وتعمل log in وتاخد ساعتين في كل إيميل أنت المالك بتاعه. طيب بعد كده الملحوظة اللي بعد دي، لو رفعت له فيديو مش أوديو، أنا قُلت لك ينفع تنزّل الأوديو لوحده وتنزّل الفيديو بالأوديو. طيب في مشكلة هو أحيانًا بتحصل وأنا جرّبتها أكتر من مرّة، وهي إيه، هي إن أنا لمّا باجي أعمل download للفيديو، أحيانًا كده بيبقى في النُص متضاف زي حاجة كده رعشة بسيطة باللون الأخضر، فبيأثّر طبعًا على الفيديو بتاعي، فلو عملت download الفيديو بيبقى فيه زي لون أخضر كده أحيانًا، مش دايمًا بيحصل، فأنت خلِّ بالك. طب لو لقيت مشكلة زي كده هتعمل إيه؟ يا إما هتعمل download للأوديو بس، يا إما تعمله بالفيديو، وبعد كده مثلًا تيجي على البريمير تشيل عادي الفيديو وتعمل synchronize سواء أوديو بس أو الأوديو بالفيديو. عندك الصوت الأساسي اللي هو قبل التعديل، وعندك اللي بعد التعديل، وتقدر تعمل synchronize براحتك جدًا وتبقى ضبّطت الصوت. فدي الحاجات اللي أنت لازم تخلّي بالك منها، وبرضه ما تنساش تشيل الجزء اللي هو بيقول فيه اسم الweb site. بس كده، ده كان درسنا النهارده، وأتمنى تكون استفدتوا، ولو عجبك الدرس ما تنساش تعمل لايك، ولو أول مرة تشوفني أو تشوف لي فيديو فما تنساش تعمل سبسكرايب علشان يوصلك كل الفيديوهات التانية الجديدة، واعمل حسابك إن كل يوم سبت وتلات بينزل درس جديد الساعة 10 مساءً.